خرجت المظاهرات تهتف باسمها. ملكة متواضعة حاربت الفساد وكرهت حياة القصور. تاريخنا مليان حكايات، وحواء ليها دور كبير على مدار التاريخ. حواء النهاردة هي الملكة فريدة. اسمها صفيناز يوسف ذوالفقار، اتولدت سنة 1921 في الإسكندرية. والدتها تبقى زينب هانم ذوالفقار، وصيفة الملكة نازلي. الملكة نازلي كانت عايزة زوجة ابنها تكون تحت طه. شافت فريدة عجبتها، عرفتها على اخوات الملك فاروق، وقررت ان هي تعمل رحلة يلفوا فيها اوروبا لمدة 6 شهور، وبالمرة الملك فاروق يتقرب من فريدة. وفعلا الملك فاروق اعجب جدا بالملكة فريدة وخطبها. من حب الملك فاروق في الملكة فريدة أجر لها قصر علشان تعيش فيه في القاهرة فترة الخطوبة، لأنها كانت عايشة في اسكندرية. أجره لها من شخص اسمه ألفريد شماس، هو كان تاجر تعود أصوله للشام. حفل زفاف الملكة فريدة كان حفل زفاف أسطوري حدث في التاريخ. الناس فرحت فيه جدا لأنها كانت محبوبة للشارع المصري، لدرجة إن اللي كان بيخلف بنت كان بيسميها فريدة. وبما إنها هتكون مرات الملك فاروق، فغير اسمها من صفيناز لفريدة علشان تكون بحرف الفاء زي العيلة المالكة. كانت طيبة ومتواضعة، وكانت بسيطة في لبسها جدا. لبسها راقي وفي نفس الوقت محتشم، واشتهرت بهوايتها للصيد والرسم والعزف على البيانو. الملكة فريدة خلفت في ريال وفوزية وفادية. وفي عدم وجود ولي عهد للملك، بالإضافة لكرهها لحياة القصور، وكمان ما كانتش راضية عن حياة الملك اللي كان عايشها براحته، كل ده خلاها تقوله طلقني بعد 11 سنة. وبالفعل طلقها. من شدة حب الملك فاروق في الملكة فريدة، حاول ان هو يصدر فتوى من الازهر بتحريم زواج الملكة فريدة من اي راجل تاني. وبعد الطلاق والانفصال في الوقت ده، الشعب المصري غضب جدا على الملك فاروق، لدرجة ان في ناس كتيرة خرجت تهتف باسم الملكة فريدة. وطبعا كل ده خسر الملك فاروق شعبية كبيرة، وبدأت المظاهرات والمشاكل تظهر. وفي سنة 1952 اتنفى الملك فاروق، وعاش هو وبناته في سويسرا. وفي سنة 1954 اتصدرت كل أموالها، ومنعوها كمان من السفر، وأخدوا كل مجوهراتها وفلوسها وكل حاجة كانت تملكها. الملكة فريدة بدأت ترسم لوحات علشان تقدر تغطي مصروفها، وبعد 6 سنين من الثورة سمحوا لها بالسفر. سافرت لبنان وسويسرا وباريس علشان تشوف بناتها وترجع تاني. لما سافرت، بناتها ما تعملوش معاها كويس لأنهم ما كانوش يعرفوها، وبيقال إن الملك فاروق قساهم شوية عليها. الملكة فريدة عاشت فترة كبيرة جدا في باريس، وما أنكرتش اللي كان بيساعدها وجاب لها شقة محمد رضا بهلوي، اللي هو كان زوج الأميرة فوزية أخت الملك فاروق. تعبت واشتد عليها المرض، ومرضها وعلاجها اتكلف كتير جدا، لدرجة إن هي كانت بتبيع هدومها قطعة قطعة علشان تغطي تكاليف علاجها. رجعت تاني القاهرة سنة 1982، وعاشت في شقة صغيرة جدا. وبيقال ان السيدة سوزان مبارك بعتت ليها مبلغ علشان تجيب شقة، وفعلا جابت شقة صغيرة جدا، وجابت عربية صغيرة تقضي مشاورها. يعني الى حد ما بتقول ان هم وقفوا جنبها. يوم 15 اكتوبر سنة 1988 اتوفت الملكة فريدة، وكان عمرها 67 سنة. دفنت في مقابر الامام الشافعي. وفي سنة 2022 نقلوا جثمانها للمقابر الملكية في جامع الرفاعي علشان تدفن جنب بناتها، وصلوا عليها واتدفنت من جديد بحضور 2 من أحفادها. الملكة فريدة قصة حياة ملكة متواضعة هزت عرش مصر.